اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا؟ عاملين إيه؟ النهارده هنعمل اكله اقتصاديه وسهله وبسيطه، وبصوا غدوه تحفه جميله. دلوقتي انا خرطت البصله وحطيت عليها زيت، وتعالوا شوفوا دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، نزلت كده بحبه شبت. بس انا بقول لكم حمروا البصله، صفروها تبقى اللون الذهبي الجميل دوت، اللون الذهبي الغامق، وتروحي نازله عليها بحبه من الشبت كده، بس حبه توصي يعني حزمتين شبت يكونوا كبار حلوين كده، وتروحي نازله عليهم بالشكل الجميل دوت. معايا قرن فلفل احمر نزلت بيه كده، شايفين؟ ورحنا جايين مخرطينه. ده اختياري مش اجباري، بس صراحه بيدي طعم للاكله بتاعتنا دي تحفه. خرطته كده ورحت مقلباها برضو تتشوح مع بعضها كده بالشكل الجميل ده. هنحط معلقه كزبره ومعلقه كمون ومعلقه فلفل اسمر، ونزلت بالفول الاخضر. شايفين الفول الاخضر بتاعنا ده بقى؟ عارفين طبعا الفول الاخضر اللي هو الفول الحراتي، الفول الفلاحي، ماشي. نزلنا بيه دلوقتي على البصله كده وعلى البهارات بتاعتنا الجميله ديت كده. بكمل بحط بقيه الفول. يعني الفول دوت كنت مفرطاه وكنت حاطاه كده في الفريزر عشان يعني مش يبوظ، بس هو بتاع السنه دي يعني. بس كنت جايباه في اول اسبوع ورحت جايه مفرطاه ورحت عيناه في الفريزر عشان مش يبوظ، ماشي. وطبعا بحط كده البهارات اللي هو الفلفل الاسمر، الكمون، الكزبره الناشفه، ماشي. مش اكتر من كده، مش بحط البهارات كده اللي هي البهارات ديت. وطبعا الملح بتاعنا. قلبت الكلام الجميل دوت كده مع بعضه، ماشي. ولو وصلت معايا لغايه هنا مش تنسي تحطي لي احلى لايك وتقولي ايه رايك في اكلتنا النهارده. يا ريت تجربيها، صدقيني اكله اقتصاديه جميله. ودلوقتي غسلت الرز دوت، كيلو من الرز وكان كيلو من الفول على حزمتين شبت، ورحت جايه مقلباهم بالطريقه الجميله ديت اهو. شايفين؟ والله كان طعمه جنان. اول مره كانت ناس تدوقه جم لقوني عاملاه دقوه، قالوا لي لا ده خطير. فطبعا انا حطيت كده العقد بتاعه بيبقى يا دوبك مظبوط كده زي اي رز. وبروح حاطه دلوقتي طبعا هو اتشرب كده، وشايفين شكله عامل ازاي؟ شكله خطير. تعالوا نشوف سفرة النهارده بقى. هي كان الفول، كان الرز على فول، وكان السلطه، وطبق بطاطس مقليه فقط لا غير. هو ده اللي انا كنت عاملاه النهارده في سفرة النهارده. بس كان طعمه جنان جنان. كانت واحده واقفه جنب مني صايمه وانا بغيظها. احنا مش كنا في رمضان، احنا لسه كده قبل رمضان. بس واحده واقفه جنب مني صايمه وانا بغيظها بقى، عماله اكل قدامها كده. والله حلاوه الرز، طعمه الرز. بس كنا قبل المغرب بشويه يعني. وتقول لي لا شكله جوعني، وما كانتش دقيته قبل كده، وتقول لي لا شكله جوعني. فايه رايكم؟ ايه رايكم في الرز بتاعنا اللي